نبقى مع البروفيسور قيس فيرو من جامعة حيفا، وهو الخبير بالشؤون اللبنانية والسورية. يبدو لي أنه كان المحلل الوحيد الذي استضفناه في الاستوديو وقال: ارتاحوا أو لا تروحوا عن بالكم، الأسد لن يسقط. وبعد إعلان انتصاره ماذا تقول؟ نعم، أعتقد بحسب المعطيات القائمة اليوم الأسد لن يسقط، لكن من الممكن أن تحصل غدا معطيات جديدة. أعتقد أننا إذا قمنا بفحص الأمر داخل سوريا نفسها فإنني أعتقد أنه انتصر عسكريا وانتصر في المعركة على الرأي العام. وسأوضح هذا: أعتقد أننا منذ سنة كنا أسرى ما أسميه نظام الإعلام. في العموم أنا لا أصدق كثيرا الإعلام، ولذلك قمت بمتابعة وسائل الإعلام المضادة وحاولت موازنة الصورة. ما حصل على الأرض هو أن السوريين أنفسهم لا يصدقون نظام الإعلام العالمي. كيف؟ لديهم قنوات خاصة بهم لا يشاهدها أحد ولا يعرضها أحد، حتى هنا في هذه القناة، لكنها نجحت على مدى 10 أشهر. لديها برنامج يومي تعرض فيه ما تعرضه القنوات الأخرى، ولا سيما الجزيرة والعربية وغيرها. الداعمة للمتمردين وتقوم بتحليلها، وبحسب رأيي جزء كبير منها مقنع. حتى في الفترة الأخيرة عندما دخلوا باب عمرو وقعت أيديهم على تسجيلات كانت ترسل إلى الجزيرة والCNN، وعرضوا هذه التسجيلات بصورتين: الأولى كما عرضت على الCNN والجزيرة، والثانية عرضوا التسجيل الأساس وكيف قاموا بقتل الأشخاص وكيف ألقوا بهم، وكان الواحد منهم يقول للآخر: خذ هذا الخروف. ثم بعدها يعرض على الجزيرة بأن هذا من فعل الجيش السوري. الآن قد تكون هناك الكثير من المشاكل على الرأي العام في الداخل السوري، لكن ليس مهما ما يحصل في العالم. بالنسبة إلى الرأي العام في الداخل السوري، أعتقد أن 70% من السوريين على قناعة بأن كل ما يعرض في وسائل الإعلام العالمية هو ضدهم، وهو نوع من مؤامرة.